اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ مساء الفل، مساء الورد عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هاتي الطماطم وهاتي قرن الفلفل ده، وتعالي معايا نخش المطبخ انا وانتي. جبت فرخه معايا النهارده، وقلت بقى ايه، هتبلها معاكم. بس قبل ما اتبلها غسلتها شطفتها شطفه كده بنت ناس، وجبتها حطيت عليها ليمونه ومعلقتين ملح محترمين كده، ومعلقه سكر كمان، وسبتها شويه تتنقع في المحلول دون عشان الزفره وكده يا حلوين. نركنها بقى على جنب ونشوف بقى هنعمل ايه. جبنا قرن فلفل كده سبايسي بنيناس احمر، وجزرايه وبصلتين وقرنين فلفل خضر كده، وجبنا الكبه بتاعتنا، وهنضرب كل الخلطه دي مع بعضها، الجزرة والبصل والفلفل والقرن الفلفل الأحمر اللي هو سبايسي. وجبنا كمان طماطميتين كده بنت ناس، طماطميتين. ايه يا شهرزاد، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ركزوا ركزوا خليكم معايا. حطيت الطماطمية زي ما انا قلت لكم اتنين مش واحدة، وحطيت الملح بتاعي، صلوا على النبي يا حلوين، وحطيت معلقة كمون ومعلقة فلفل اسود ومعلقة بهارات اللي هي 7 بهارات، وحطيت يجي معلقتين زيت، ونزلت بكل ده في الكبة وخلطتها زي ما انتوا عاملين زي ما انتوا شايفين كده، ضربتها ونزلت بقى ايه، طلعت الخليط كله من الكبة. بصوا ناعم ازاي وحلو تحفة. ومسكت الفراخ بتاعتي بقى شطفتها شطفة بنت ناس. بصوا خليت المية بتاعتها قشطة تتشرب كده، المية بتاعت الفراخ. صلوا على النبي يا حلوين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لايك يا حلوه انت وهي، لايك لايك لاختكم شهرزاد، وكومنت حلو كده منكم، وشير وسبسكرايب لاختكم حبيبتكم يا احلى اخوات في الدنيا. مسكت الفراخ بتاعتي وحطيتها، غسلتها طبعا الاول غسله بنت ناس زي ما انتوا شفتوني، ومسكت الفراخ نغستها كده، يعني ايه، نغز كده عشان ايه، تشرب من التتبيله. وفتحت الجلد بتاعها. انا مش عارفه متلخبطه اللي كده، مالك يا شهرزاد؟ فتحت الجلد بتاعها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى مسكت نزلت بالخلطة كلها وحطيتها على قلب الفراخ بتاعتي، وحطيتها على الولعة، وقفلت عليها الغطا وسبتها، وجبت حلة فيها مية وحطيت فيها معلقة ملح، ونزلت بقى ايه بالكرومبة بتاعتي. ها ركزوا خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حتة. طبعا بعد كده بقى ايه، عايزه اخلص بقى بسرعه والوقت كان هيضيع مني. جبت بقى البوتاجاز بالكهرباء زي ما انتم شايفين، ظبطته ونقلت عليه الفراخ، وانا طبعا بسلق في الكرنب الناحيه التانية على البوتاجاز التاني. انا ظبطت البوتاجاز بالكهرباء معاكم اهو. ورجعت تاني للكرنب بتاعي، جبت حله فاضيه على العين التانية اللي انا فضيتها، وحطيت فيها حوالي كوبايه زيت، وخرطت بصلايه كده حلوه بنت ناس، يا ناس يا عسل يا ناس يا سكر. سبسكرايب بقى لاختكم شهرزاد، ولايك لايك يا حلوين. ورجعت تاني للحله اللي هي في على البوتاجاز اللي بالكهرباء، وقلبت الفراخ بتاعتي، وخليت البصله اصفرت يا دوبك نص كده بسيط كده، ورحت نازله عليها بالقوطه، ونزلت عليها بمكعبين دجاج، ومسكت الخضره بتاعتي كانت خضره كده ايه منعنعه وحلوه، وغسلتها غسله بنت ناس. ورحت ماسكه الرز بتاعي برضو غسلته غسله بنت ناس كده. يا احلى اخوات في الدنيا، والله انتوا وحشتوني وحشتوني كتير. كل سنه وانتوا طيبين بمناسبه راس السنه، وكل سنه وانتوا طيبين بمناسبه دخلة رجب علينا. واللهم بلغنا رمضان يا رب على خير، ولا فاقد ولا مفقود. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يخلي لكم عيالكم ويخلي لي عيالي يا رب. كده طبعا ايه، شلت الفرخه بتاعتي من قلب الحله، و... ونقلتها طبعا في الصينيه، ودهنتها زيت بسيط كده، ودخلتها ايه الفرن يا حبايب قلبي. ومسكت بقى الكرنب بتاعي بعد ما اتسلق، قطعته ايه زي ما انتوا شايفين عشان اقف احشي على طول بسرعه. آه صلوا على النبي بقى يا احلى اخوات في الدنيا، عشان انتوا وحشيني كتير 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 كتير. ومسكت بقى الورق بتاعي، اديله زي ما انتوا شايفين كده، قطعته كله، ونزلت بقى ايه بالرز على قلب الصلصه بتاعتي. انا بقى بحب اعمل ايه يا جماعه، وانتوا برضو جربوا الموضوع دون. بمسك الرز اغسله، وبعد ما التسبيكه تتسبك
بدني اشوح فيه شويه على الولعه كده، بشوح فيه، ادني اقلب فيه شويه شويه حلوين كده ولاد ناس كده، لحد ما ادخل الصلصه في قلب الرز زي ما انتم شايفين كده. بس مش بسوي الرز يعني، لا طبعا، انا دوبك كده تقلبتين كده بس، ايه، بشمعه في قلب الصلصه بتاعته، واروح جايه حاطاه في صينيه كبيره زي ما انتم شايفين، وانزل عليه بقى بالايه، بالبهارات بتاعته، اللي هو ايه، معلقه كمون ومعلقه كزبره ومعلقه فلفل اسود، كمون وفلفل اسود وكزبره، وانزل الخضره بتاعته زي ما انتم شايفين، كنت غسلاها غسله بنت ناس، نزلت بالخضره زي ما انتم شايفين وقعدت اقلب فيها، ادي اديله ادي، وجبت بقى ايه، الحله بتاعتي فرشت فيها ورق كده، عشان ايه، يبقى حامل، ما يبقاش الصباع منه للحله على طول. وحشيت الحله ما فيش في ثانيه يا اخواتي، والله العظيم ما خدت معايا زي ما انتم شايفين، ما دخلتش جوه، حشيتها زي ما انتم شايفيني كده وانا واقفه على الرخامه، بسرعه بسرعه، ما خدتش معايا وقت. احلى حاجه ان الست تخش المطبخ كده، تكون حابه تخش المطبخ، تخش المطبخ وانت حباه، تطلعي احلى ما عندك في قلب المطبخ، الاكل يطلع حلو وطعمه جميل، وتخلصي حاجتك بسرعه بسرعه، وتلاقي القرفه بتاعت الاكل اصلا نفسها حلوه، وطعمه الاكل جميل، لانك داخله المطبخ بالحب. انتوا طبعا واخدين بالكم من اللي انا بقوله، ها، خدوا بالكم من اللي انا بقوله، ركزوا، ركزوا يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا نعمه في حياتي. كده خلصت المحشي بتاعي زي ما انتوا شايفين، وجبت الشوربه بتاعتي سقيتها، سقيت المحشي بتاعي زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. وطبعا كنت انا بقى ايه، دي كانت الشوربه، بغرف بقى الاكل زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. الاكل كان تحفه، والمحشي كان قلب، ريحته كانت قلبة الدنيا، والله العظيم مش بكذب عليكم. المحشي هقول لكم، الناس من اخر الشارع كانوا منه كمان، وقالوا لي تسلم ايدك يا احلى شهرزاد. بصوا شايفين، ايوه بقى، سيدي يا سيدي، سيدي يا سيدي، المحشي بقى والبخار والجو الشتاء الحلو ده بده المحشي بقى، تقعدي كده تاكلي وتستمخي يا اختي، حبيبه اختك يا حبايب اختي، خليكم معايا واعملوا لك منت حلو و... وسبسكرايب ولايك، لايك يا حلوين، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، يا احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامه، واشوفكم على الف خير.